كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. إذا لم يكن هنالك ملائكة، لم يكن هنالك جن، لم يكن هنالك إنس، لم يكن هنالك سماء ولا أرض ولا جبال ولا هواء ولا شيء. كل شيء خلقه الله. فأول ما خلق الله العرش. الرحمن على العرش استوى. وخلق الله بعد ذلك الماء، وكان عرشه على الماء. ثم خلق الله القلم، رقم 3، القلم، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب500 عام خلق القلم. فتكلم الله مع القلم، فما أعظم القلم. تكلم الله مع القلم فقال له: يا قلم اكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون. فانشق القلم من خشية الله وجرى يكتب في اللوح المحفوظ، وهو المخلوق رقم 4، اللوح المحفوظ. وجرى يكتب في اللوح المحفوظ قدر الله، فكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين اللوح المحفوظ. إنا كل شيء خلقناه بقدر، مكتوب مقدر في اللوح المحفوظ عند الله، في لوح محفوظ لا تبصره العيون، لا تلمسه الأيادي، لا يعلم ما فيه إلا الله. كتب القلم كل شيء. فكانت هذه الكتابة تسمى قدرا. ثم جاء القضاء، فقضاء كل قدر تنفيذه. فأول قدر نفذ بعد خلق القلم قدر خلق الكون. وكان الكون لا شيء، لم يكن شيئا، لم تكن هنالك سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس. فبدأ خلق الكون. جاء أمر الله إلى الماء أن يخلق منه الكون، فخلق من الماء الكون. خلق منه، من زبده خلقت الأرض، ومن بخاره ودخانه خلقت السماء. والأرض والسماء كانتا رتقا، أي متصلتين ببعضهما كاتصال الحبة بأجزائها. ففلق الله الكون كله من تلك الذرة. قل أعوذ برب الفلق. ماذا فلق؟ فلق الكون كله من أصله، من الرتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فحصل الفتق، وهو الانفصال بين شيئين كانا متصلين. كانت السماوات والأرض متصلتين ببعضهما، لا فضاء بينهما. كانت السماء دخان وكانت الأرض زبد، فقال الله للدخان وقال الله للزبد أن يكون من الزبد أرض وأن يكون من الدخان سماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات، كل سماء قضاها
أوحى فيها أمرها وأعطاها شكلها وبناءها، فجعل سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فاستوت السماوات 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السماوات 7 مطبقات، كل سماء قد أطبقت على ما تحتها، فأطبقت السماء الدنيا على الأراضين 7 وما حولها، وأطبقت السماء الثانية على السماء الدنيا وما فيها، وأطبقت السماء الثالثة على السماء الثانية وما فيها، وأطبقت السماء الرابعة على السماء الثالثة وما فيها، وأطبقت الخامسة على الرابعة وما فيها، والسادسة أطبقت على الخامسة وما فيها، والسابعة فوق ذلك أكبر من ذلك أطبقت على السماوات كلها والأراضين كلها، فأصبحت السماء السابعة أعلى السماوات وأعظم السماوات وأقرب السماوات من الله جل جلاله. إذن 7 سماوات طباقا قد أطبقت من كل ناحية كإطباق البيض على ما فيها. فالسماء الدنيا أطبقت بالكون، سماء ثانية أطبقت، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، فأصبح الكون لناظره كأنها كريات بعضها يدخل أو يغطي بعضا لكنها كبيرة.